بص في المراية وقول لي بصراحة، هو أنت فعلا مظلوم ولا أنت مدمن إحساس إنك مظلوم؟ الفرق بينهم صغير بس قاتل، لأن أول واحد بيتظلم غصب عنه والتاني بيختار الظلم. أنت بتعشق دور المظلوم الغلبان اللي الدنيا كلها جاية عليه. بتصحى كل يوم تدور على الشماعة الجديدة اللي هتعلق عليها فشلك وخيبتك، سواء كانت ظروف أهلك أو البلد أو مديرك. الحقيقة المرة اللي بتهرب منها هي إنك مدمن للشكوى، مدمن للاهتمام الرخيص اللي بتاخده لما الناس تطبطب عليك وتقولك معلش. انت بتستمتع بالمرض النفسي ده لأنه بيعفيك من مسؤولية إنك تقوم وتتعب وتبني نفسك. دور الضحية مريح جدا لأنه عش دافي من الأعذار، بيخليك تنام مرتاح البال. دماغك مبرمجة دلوقتي على وضعية الاستسلام. انت بتتألم وحاسس انك محبوس في دايرة مقفولة بتسحب روحك بالبطيء، بس الألم ده انت اللي مختاره ومستحلي طعمه. في علم النفس في مصطلح اسمه المكاسب السنوية للمرض. عقلك الباطن بيعمل حيلة دفاعية خبيثة جدا عشان تستفيد من اكتئابك ووقفة حالك. الاستفادة بتيجي في شكل تعاطف من اللي حواليك، أو إنك بتدي لنفسك مبرر مقنع واسطوانة مشروخة بتشغلها كل يوم عشان تقنع نفسك ليه أنت لسه مكانك. دماغك ما بيحبش الألم، فبيختار أقل مقاومة، وبدل ما تتعب وتنجح تختار تشتكي. أنت حرفياً بتشرب السم كل يوم ومستني الناس هي اللي تتغير عشان تناسب عجزك. لو فضلت مكمل في الغيبوبة دي بضمن لك خسارة كارثية لبقية حياتك كلها. الناس بتشم ريحة الضعف فيك من على بعد ميل. الشخصيات المتلاعبة وأصحاب المصالح بيدوروا في الزحمة على الصيد السهل اللي زيك عشان يستغلوه. هم عارفين إنك مش هتقاوم لأنك مشغول بتبرير خيبتك. انزل لأي قهوة في الشارع هتلاقي 2 قاعدين، واحد عمال يشتم في الظروف والأسعار، واحد يشرب شيشة بقاله 3 ساعات وبيندب حظه الأسود، والتاني قاعد بيسمع له وبيهز راسه بتعاطف. بس التاني ده بعد ما بيقوم بيروح يشوف شغله أو يتعلم مهارة جديدة. الشخص الأولاني هو أنت لما بتستسلم للشكوى، فاكر إنك كده بتفهم، بس أنت مغيب تماماً. التاني كسبان، بيستغل القعدة عشان يفرغ شحنته ويكمل حياته، والأولاني هيفضل يندب لحد ما يموت من الجوع والفقر. خلينا ندخل في السيناريوهات ونبدأ ببيئة الشغل. أنت قاعد في أمان الله، ويجي مديرك أو زميلك يرميلك شغل مش بتاعك أصلاً، ويقولك معلش يا بطل إحنا مضغوطين وإنت قدها. وطبعاً عشان إنت ضحية محترفة هتقول حاضر وتاخد الشغل وتكتم جواك، وتبدأ تشتكي لزمايلك إن المدير بيستقصدك وإنك مظلوم ومطحون في الشركة. الرد الساذج بتاعك ده بيثبت إنك فريسة سهلة وإنك مكسور الجناح ومش هتعمل حاجة غير الكلام. المدير المؤذي بيقيس رد فعلك، لقاك بتوطي راسك فهيدوس عليك أكتر المرة الجاية. اللي كان المفروض تعمله هو إنك تقطع اللعبة ببرود تام وتقول له أنا عندي مهام محددة، لو حابب أخلص الشغل الجديد قول لي إيه من القديم نأجله. حط الكورة في ملعبه بذكاء وارسم حدودك. السيناريو التاني في العلاقات العاطفية أو مع الصحاب، بتلاقي الطرف التاني بيمارس عليك ابتزاز عاطفي صريح، يغلط في حقك ويتجاوز حدوده، ولما تيجي تواجهه يقلب الترابيزة عليك ويبدأ يمثل إنه مضغوط نفسياً ويقولك أنت مش حاسس بيا والظروف دايسة عليا. تقوم أنت تتنازل عن حقك وتبدأ تعتذر له وتطبطب عليه وتنسى المشكلة الأصلية. التلاعب العاطفي بيحصل خطوة بخطوة، هو بيعمل الغلط وبيستنى رد فعلك، بيلاقيك بتهاجم بيبدأ يرمي كارت الضحية عشان يكسر هجومك. هو بيسرق دورك اللي انت بتحبه أصلاً وبيلعبه عليك. كسر النمط ده بيحتاج قسوة على نفسك قبل الطرف التاني. لما يغلط ما تتفاعلش معاه عاطفياً نهائياً، افصل مشاعرك كأنك آلة وقول له أنا مقدر ضغطك بس ده ملوش علاقة بالموقف اللي بنتكلم فيه، خلينا نخلص كلامنا. السيناريو الثالث في العيلة أو المجتمع المحيط بيك، الابتزاز المبطن اللي بيشفط طاقتك بالبطيء. بتلاقي دايماً شخص في العيلة عايش على الشكوى ورمي الحمل عليك سواء مادي أو نفسي، ودايماً بيحسسك إنك مقصر وإنك لازم تديله أكتر. الشخص ده بيستغل صلة القرابة عشان يخليك دايماً حاسس بالتقصير وإنك مديون ليه طول العمر. الديناميكية دي بتشتغل على وتر الواجب والأصول، بيحطوك في قالب إنك ابن الأصول ويبدأوا يحلبوا طاقتك ومواردك لحد ما تنشف. الانسحاب التكتيكي هنا هو الحل الوحيد والفعال. افصل نفسك نفسياً عنهم وقلل التواجد في القعدات اللي كلها طاقة سلبية. ولما حد يطلب حاجة فوق طاقتك قول له ببساطة أنا مقدر موقفك بس أنا حالياً ما عنديش القدرة أساعدك. كلمة لأ
واضحة وقطعة بدون تبرير هي أقوى سلاح. دلوقتي هندخل على الأسلحة المضادة والتنفيذ العملي عشان ننهي المسرحية دي. السلاح الأول هو تكنيك المراية العاكسة. لما تلاقي حد بيحاول يرمي عليك دور الضحية أو يستغلك، اعكس عليه مسؤوليته فوراً. ما تستقبلش الطاقة السلبية بتاعته وما تشيلش شيلته، وخليه يواجه نفسه. السلاح ده بيجرد المتلاعب من أسلحته، لأنه متعود إنك تستقبل وتديله الحلول على طبق من ذهب. الجملة اللي هتقولها بالنص وبنبرة صوت باردة جداً هي: أنا فاهم اللي أنت بتمر بيه، بس ده قرارك ودي مسؤوليتك. أنت ناوي تحل المشكلة دي إزاي؟ الجملة دي بتدمر له السيناريو بتاعه اللي هو محضره. أنت ما عرضتوش عشان ما يمسكش فيك، وفي نفس الوقت ما رجعتلوش التعاطف اللي بيستناه. أنت رميت الكورة في حجره، وهنا المتلاعب هيهنج وهينسحب فوراً لأنه بيخاف من المسؤولية. السلاح التاني هو تكتيك الصمت المميت. خطوات التنفيذ بدم بارد بتبدأ لما حد يحاول يبرر لك فشله أو يشتكي لك عشان يمتص طاقتك. بدل ما ترد عليه وتقول له معلش أو تحاول تنصحه، اسكت تماماً، بص له في عينه بثبات وبدون أي تعبير على وشك، وسيبه يكمل كلامه للآخر. ولما يخلص خليك ساكت لمدة 5 ثواني كاملين بتبص له باستخفاف وبرود. الصمت ده بيرعب الشخصيات المتلاعبة، لأنه بيحسسهم إنهم مكشوفين ومفضوحين وإن كلامهم ملوش أي قيمة. بعد ال5 ثواني قول له بهدوء: خلصت كلامك؟ طيب أنا ورايا شغل ولازم أمشي. وامشي فوراً بدون ما تستنى رده أو تبريره. انت كده ضربته في مقتل وحرمته من الغذاء النفسي بتاعه. التكتيك ده بيقطع حبل التعلق المرضي بينك وبين أي حد بيحاول يشدك لتحت معاه في القاع. السلاح الثالث والضربة النفسية القاضية لإنهاء اللعبة تماماً هي الجلد الذاتي القاسي لنفسك انت قبل أي حد. انت لازم تقف قدام المراية وتصارح نفسك بحقيقتك المرة والموجعة. قول لنفسك: أنا فاشل دلوقتي لأني اخترت أكون فاشل، وأنا مستمتع بالضعف لأني جبان وخايف أواجه الحياة. الصدمة دي بتكسر حواجز الإنكار الوهمية اللي عقلك بنيها عشان يحميك من المواجهة. لما تعترف لنفسك إنك سبب المشكلة وإنك بتخرب حياتك بإيدك، هتبدأ تسحب السلطة من إيد الظروف وترجعها لإيدك أنت. الضربة القاضية لعقلك الباطن اللي بيخدعك كل يوم. أول ما تبطل تدي لنفسك أعذار، هتلاقي طاقة رهيبة اتولدت جواك، طاقة غضب مدمرة هتخليك تقوم تكسر الدنيا وتغير واقعك بدون ما تستنى مساعدة أو شفقة من حد، ومحدش هيقدر يوقفك بعدها. الخلاصة إنك طول ما أنت مستحلي دور الضحية ومستريح فيه، هتفضل مداس لكل اللي رايح واللي جاي. العالم ما بيرحمش الضعفاء، ومفيش جايزة بتتصرف للي بيشتكي أكتر. الهيمنة الحقيقية بتبدأ من اللحظة اللي بترمي فيها شماعة الأعذار في الزبالة، وبتاخد السيطرة الكاملة على حياتك بقراراتك وبأفعالك مش بدموعك. انت دلوقتي معاك الأدوات اللي تكشف بيها التلاعب واللي تدمر بيها أي محاولة لاستغلالك. الاختيار في إيدك، يا تعيش نسر بيحكم منطقته بقوة، يا تفضل فرخة بتستنى اللي يذبحها. لو الكلام ده وجعك وصدمك، فده المطلوب بالظبط، لأن الوجع هو بداية العلاج. شارك الفيديو ده مع أي حد غرقان في دور الضحية، وانضم لعيلة أبيض وأسود عشان تتدرب معانا على قوانين القوة وتتعلم إزاي تكون أنت اللاعب اللي بيحرك الخيوط. بحبكم. سلام.